اهلا بيكم في موقع كلاكيت فن. النهارده هنعرف مين هي حسناء المدرجات اللي كانت في نادي الزمالك في نهائي افريقيا. فشل نادي الزمالك في عبور فريق سان داونز الجنوب افريقي في مباراة الاياب من نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا التي اقيمت اليوم على ملعب برج العرب في الاسكندرية. وخسر النادي الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 3 اهداف نظيفة، فيما سجل هدف واحد وحيد في مباراة العودة ليفشل في حصد لقب البطولة. وعقب انتهاء المباراة لم يتحدث جمهور موقع التواصل الاجتماعي عن نتيجة المباراة بقدر ما تحدث عن إحدى مشجعات الزمالك اللي ظهرت في مدرجات ملعب برج العرب في أكتر من لقطة، وهي تنفعل مع كل كرة للفريق الأبيض. وربما لم يعلم البعض أن صاحبة الظهور الأبرز في المباراة هي الفنانة دنيا الحلو، حفيدة مروض الأسود محمد الحلو ومدربة الأسود الشهيرة. وتشتهر الفنانة الشابة بعشقها لنادي الزمالك، حيث ظهرت من قبل على قناة النهار مع المذيعة الشابة فرح علي لتحليل مباراة الأهلي وإنبي في إطار الاستوديو النسائي الأول في مصر، وذلك يوم 4 أغسطس الماضي. وشاركت الفنانة دنيا الحلو في الجزء الرابع من مسلسل سلسلة دم الذي تحدث عن الفترة ما بعد ثورة 25 يناير حتى 30 يونيو مرورا بحكم الإخوان. والعمل بطولة كل من عبلة كامل ورياض الخولي ومنى فضالي ورندا البحيري، ومن إخراج مصطفى الشال. وجه رد الفنانة دنيا الحلو على إحدى صديقاتها وقالت إن هي متضايقة جدا من كلام الناس وكومنتات الأوفر، وإن هي رايحة تشجع نادي هي بتحبه، وزعلت عشان هي قاعدة من واحدة الظهر واتصدمت وزعلت من النتيجة، وفي بعض الكلام خلاها تتضايق وكلام خلاها مبسوطة وفرحانة. شكرا لمتابعتكم كلاكيت فن.